في الوقت اللي بتتعرض فيه منى زكي لهجوم شديد بسبب فيلم أم كلثوم، في نفس التوقيت اللي كانوا بيحضروا فيه مفارقة غريبة جدا إن يتم عمل سيرة ذاتية في عمل فني في مصر، ويكون العمل ده منور جدا وناجح جدا بإمكانيات ممكن تكون يعني تقريبا 1/100 أو 1000 من الإمكانيات اللي اتوفرت لفيلم الست. الكلام النهاردة عن مقارنة غريبة جدا حصلت يمكن غير مقصودة ما بين عملين، واحد اتوفرت له إمكانيات مهولة رغم يعني إن كل الظروف بتقول إن الممثلة مش لايقة على الشخصية، زي ما يكون داخلين صناع العمل في تحدي مع الجمهور وإن هيوفروا كل الإمكانيات علشان خاطر العمل ده ينجح. في حين إن في نفس التوقيت تقريبا كان بيتم تحضير لعمل سيرة ذاتية لمسرحية، واتعملت السيرة الذاتية لشخصية ناجحة جدا ومحبوبة جدا توفرت لها إمكانيات معدومة. وكلامي دلوقتي عن مسرحية الارتست اللي قامت ببطولتها الفنانة الكبيرة للأسف ما خدتش حقها، هي طبعا حقها أكاديميا معروف ومحفوظ جدا للأكاديميين، عارفينها وعارفين مين الشخصية دي. دكتور هايدي عبد الخالق أستاذ التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية. دكتور هايدي قامت بعمل بطولة مسرحية الارتست في مسرح الهناجر، نجاح فاق أي توقعات، درجة المسرح بتاع كومبليت. اللي راح المسرحية هيعرف إن الحجز كان فيها يعني شبه مستحيل، فتروح يوم واثنين وثلاثة علشان خاطر تلاقي لك تذكرة واحدة تقدر إن أنت تدخل بيها العرض يعني، أو الناس بتتسابق علشان خاطر تدخل المسرحية. بالرغم إن المسرحية من السير الذاتية، بالرغم إن المسرحية لأبطال ممكن يكونوا مش معروفين جماهيريا يعني للجمهور العادي، إمكانيات معدومة، ولكن من هذه الإمكانيات استطاع المخرج والمؤلف محمد زكي إن هو يحقق نجاح كبير، سواء في الإضاءة، سواء في الديكور، النص اللي مكتوب، الأحاسيس. أنا عايزة أقول إن الدكتور هايدي قدرت إنها يعني تعمل من غير بقى ما يكون عندها الإمكانيات إنها تبدل الملابس، أو إن يكون في عندها إضاءة أو مكياج لكل مشهد، وسنين من التصوير والإعداد في نفس المشهد في نفس اللحظة اللي هي بتعمل فيها دينات صدقي بنت بضفاير، هي بتوكة وبإضاءة بسيطة بتقلب الشخصية تماما من مراهقة لأواخر حياة الفنانة دينات صدقي، برشاقة، بخفة، الملابس، الديكور، كل حاجة في المسرحية ساعدت على نجاح. صناع فيلم الست زي ما يكونوا داخلين تحدي مع الجمهور إنها تنجح، منى زكي هتنجح في الشخصية دي. لا، هي مش تحدي يا فندم. يعني لما جينا دلوقتي بصينا على المشكلة الكبيرة اللي حصلت في نتفليكس لما جم عملوا كليوباترا والافروسنتريك، وازاي ان الشخصيه ما كانتش كليوباترا ما كانتش يعني ليها بشره داكنه، والدنيا اتقلبت لان ده تزييف للتاريخ. منى زكي كمان على فكره قصيره القامه، جسمها صغير، ما هياش بالقامه ولا المواصفات الجسمانيه ل ام كلثوم علشان خاطر تبقى لايقه على الشخصيه. الحاجه الثانيه كمان صوت منى زكي رفيع، طبقه صوت منى زكي رفيعه، مش زي الاداء بتاع ام كلثوم. فبالتالي الشخصيه انا مهما عملت تحدي ان انا اعمل لها ملابس وديكور، انا بحمل الممثله فوق طاقتها، وهنا تيجي مسؤوليه منى زكي. حكمنا من الفيلم من التريلر، وحكمنا من الفيلم على الفيلم من العنوان، لان المواصفات بتاعت الشخصيه غير منطبقه عليه. زي بالظبط ما قلت قبل كده المثل اللي قالته منى زكي لاحمد حلمي، انت مش لايق على الشخصيه بتاعت عسل اسود، وده حاجه مش غلط، لان المفروض الدور بينادي صح. مهما وفرت الامكانيات، مهما وفرت من ديكورات وملابس، وحاجه اسمها مواصفات شخصيه تنطبق او لا تنطبق.